وكان المبعوث دوت هو سيدنا عمرو بن العاص. وكان سيدنا عمرو لسه ما أسلمش، وكان بيجمع بينه وبين النجاشي صداقة. فحاولت قريش استغلال الصداقة اللي بين عمرو بن العاص والنجاشي في إنه يسلم المسلمين ليهم. وزي ما قال سيدنا رسول الله عن النجاشي إنه ملك لا يظلم عنده أحد، فلما طلب عمرو بن العاص من النجاشي تسليم المسلمين ليه، أمر النجاشي بعمل مناظرة بين المسلمين وعمرو بن العاص. فإن كان المسلمين على حق يفضلوا في أرضه، وإن كانوا على باطل هيسلمهم لعمرو بن العاص. وكان النجاشي مسيحي متدين، وأثناء المناظرة طلب النجاشي من المسلمين إن يقروا عليه بعض آيات القرآن. وكان رئيس وفد المسلمين هو سيدنا جعفر بن أبي طالب، وقرأ عليه جزء من سورة مريم. فبيتأثر النجاشي بكلام القرآن جدا، وبيبكي من شدة التأثر. فلما شاف عمرو بن العاص إن النجاشي تأثر جدا بالقرآن، حاول إنه يوقع بين المسلمين والنجاشي، فقال له اسأل المسلمين بيقولوا إيه عن عيسى. فبيجاوب سيدنا جعفر بإن المسلمين بيقولوا في سيدنا عيسى زي ما بيقال في القرآن: إنه عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. فبيقول النجاشي: إن الذي جاء به محمد والذي جاء به عيسى لا يخرج إلا من مصدر واحد. وبيرفض يسلم المسلمين لعمرو بن العاص. مكر قريش وخبثهم ومحاولتهم استرجاع المسلمين كانت سبب في معرفة النجاشي ملك الحبشة بالدين الإسلامي، وبداية إن ربنا يشرح صدره للإسلام، ويسلم النجاشي أصمع ابن أبجر، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولكنه بيخفي إسلامه علشان ما يحصلش فتنة في بلده. وتمر الأيام ويسيب المسلمين الحبشة بعد صلح الحديبية، وبيرجعوا تاني على المدينة، وتزداد قوة الإسلام. فبيدخل لقلوب بعض المشركين في مكة الخوف من فتح المسلمين لمكة، فبيقرروا